اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غادي نتكلم على واحد الظاهره اللي هي خطيره جدا، اللي هي فيها نوع من نوع من التحريض ان شئنا القول، خاصه وان المغاربه ضد توطين الافارقه جنوب الصحراء، اللي فيها واحد الحمله خطيره جدا. احنا غادي نقولوا بان الامازيغ عندما يقولون بان المستعربين لا علاقه لهم، او العرب بصفه عامه لا علاقه لهم بشمال افريقيا، قلنا بان هويتنا امازيغيه. لكن المشكل هو أن هؤلاء المستعربين تشبثوا بالعروبة رغم بعدهم عن شبه الجزيرة العربية. أمام هذا الوضع، الأفارقة اليوم يقولون بأن أفريقيا لهم، وأن البيض هو من العرب. هنا مكمن المشكل. إذا المشكل فين جاء؟ عندكم أنتم أيها المغاربة المستعربين. لماذا لا تقول نحن أمازيغ؟ نحن في منطقنا وفي أدبياتنا وفي مرجعيتنا الإنسان فوق كل اعتبار، لا يهمنا إن كان لونه أبيضا أو أسودا. نحن لسنا عنصريين، ولكن الذي هو عنصري هو الفكر العروبي الإسلامي، والذي يقصي كل آخر، أقصى الزنوج كما أقصى الأمازيغ وأقصى كل الشعوب التي لا تريد أن تكون مثل هؤلاء، بمعنى مثل فكر العروبة والإسلام. لذلك نحن لا نوافق على هذا الطرح، فكلنا ابن آدم وابن آدم يعني من تراب، ولا يمكن أن نفرق بين هذا